وبيبتدي معانا مسلسل العبقري. بس قبل ما ابتدي حبيت افكركم ان ديفران عرف يتواصل للشخص اللي قتل اخوه، وعرف يطلعه من السجن وطلعه براءه، وجابه قدام مامته وخلاها ان هي اللي تستجوبه، علشان خاطر الحاجه دي هتخليها ان هي ممكن تهدى شويه، وفي نفس الوقت يعرفها هو مش ساكت وبيجري ورا اللي قتل اخوه. مجرد خيط بسيط هيوصلنا للقاتل الحقيقي. ومامته بتكلمه وبتنفعل عليه وبتقول له اتكلم اتكلم وقولي الحقيقه، مين اللي ورا قتل ابني؟ انا عايزه اعرف الحقيقه. بس الشخص ده بيبان عليه ان هو هزيل وضعيف وعليه اعراض الانسحاب قويه جدا ومش عارف يتكلم، وكل اللي بيقوله لها ان هو جعان وعايز ياكل. قالت له هو ده وقت اكل؟ قال لها انا فعلا جعان قوي. ويمان بيكلم ديفران وبيقول له خلي بالك ممكن يتعرض لاي نوبه دلوقتي. قال له نوبه؟ نوبه ليه؟ قال له لان اعراض الانسحاب واضحه عليه جدا. قال له ازاي؟ ده كان في السجن، اكيد ما بياخدش مخدرات جوه. قال له لا بياخد وباينه عليه جدا، وبيخاف ديفران لا يحصل له حاجه، وبيروح عشان يجيب له اكل. بس بيلاقي خاله بياكل فبياخد منه طبق علشان يديهوله، وخاله بيقول الله الله، كل حاجه اما اجي اكل منها يقوم جاي واخدها مني. ونروح لحاكم وجسور وهم واقفين وبيتكلموا مع بعض. حاكم بيقول له اخوك مش ناوي يجيبها لبعض كده هنروح في داهيه. ازاي عرف يطلعه براءه؟ جسور بيكون واثق من نفسه وبيقول له ما تخافش، مش هقدر ان انا اضحي بيه عشان خاطرك، لا عشان خاطر انا كمان ممكن رجلي تيجي في الموضوع. طب هنعمل ايه؟ قال له ما تخافش انا كده مسابق ديفران بخطوه. قال له يعني ايه اللي انت هتعمله؟ انا مش فاهم. قال له الولا هيتعب دلوقتي من اعراض الانسحاب ومش هيبقى قادر يقف على رجليه، وهنبعت له احنا عربيه الاسعاف. وحاكم بيبص له باستغراب وبيقول له والله بالظبط. قال له طبعا انا لما لقيت ان ديفران عمال يدور ورا قاتل اخوه ومش هيسكت، فاضطريت ان انا ابعت له مخدرات تاذيه اكتر ويبقى مهيب، يبقى مش عارف يتكلم ولا يعرف يقف على رجليه، ويكون ده اخر خيط يعرف يوصل لنا بيه، ولازم دلوقتي نبعت له عربيه الاسعاف. ونروح لديفران بعد ما جاب اكل للشخص المدمن اللي معاه، كان بياكل بشراسه جدا. وام ديفران بتحاول ان هي تخليه يتكلم، بس هو بيقول لها انا مش هينفع اقول لك حاجه، وبيكون غير متزن في كلامه، وبيقول لها انا مش هينفع اقول لك اي حاجه، الناس دي مؤذيه ممكن ياذوكم وما يخلوش اي حد عايش فيكم. وجاله تهيؤات ان هو بيستغيث وبيقول لحد ابعد عنه، وديفران مش فاهم ايه اللي بيحصل، وبتجيله نوبه جامده جدا وبيفضل يترعش جامد جدا، وكل بيخاف. ديفران بيطلب ان هم يجيبوا عربيه الاسعاف بسرعه، اتصل بيهم يامان، وبتخاف جدا مامة ديفران وبتحس ان هي السبب ان هي جت عليه جامد وفضلت تزعق له وبتلوم في نفسها. ديفران بيقول لها ما تقلقيش الشاب مدمن وما خدش الجرعه بتاعته عشان كده هو تعبان، لازم ننقله على عربيه الاسعاف دلوقتي وما تقلقيش، وبيحاول ان هو يطمنها. وعربيه الاسعاف بتيجي وبتاخد الشاب، وبيكون في العربيه الدراع اليمين لحاكم وبيديله حقنه في دراعه وبيقول له مع السلامه وهو بيضحك في وشه. ونروح لاسيل وهي منهاره ومتعصبه عشان خد منها الاسوره واداها لام ديفران، وبتكون هتتجن وبتقول له مش انت الراجل اللي انا حبيته؟ مش انت اللي انا عرفته؟ مش انت اللي كنت بتضحي بكل حاجه علشان خاطري؟ خلاص بعتني علشان خاطر ابني؟ انت ما عادش الراجل الكبير اللي في نظري. ويك 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 وهات من المنقي خيار، ومن هنا لثلاث ساعات قدام وبتلم شنطتها. بس الغريب في الموضوع ان هو خد الموضوع جامد على كرامته، وخد شنطتها ورماها من البلكونه، ووعدها وقال لها ان هو هيرجع لك حاجه اقوى من الاسوره، مش انا اللي يتلعب بيا، وانا هعرف ازاي ديفران ان هو يحشرني في الزاويه، وهعلمه ازاي ان هو يتقدم، وهعرفه ان انا ابوه، واذا كان هو عبقري انا ابو العبقري. وبيكون ناوي يعمل حاجه في ديفران، وهو نازل بيقابل جسور. جسور بيحكي له على كل اللي عمله ديفران، بس طبعا من غير ما يعرفه ان هو ليه يد في الموضوع. وانا عايزه بس الفت انتباهكم لحاجه، ان اسكندر ما يعرفش ان حاكم وجسور متعاونين مع بعض، وانه اكيد ما يعرفش ان جسور ليه يد في موت ابنه. هو عرض ابنه للخطر بس النيه لوجه الله وما كانش عايز يموته. ونرجع تاني واسكندر بيقول له هو فقد اخوه وكل همه الوحيد ان هو يلاقي الشخص اللي قتل، فتمام سيب لي بقى الحكايه دي. وبيكون جسور مستغرب من اللي اسكندر هيعمله، بس ما بيعرفش ياخد منه رد، واسكندر بيسيبه وبيمشي. وبيتصل بواحد وبيقول له محتاج لك في شغل ومحتاج واحد اثق فيه، وكمان عايز واحد شغال في السجن بيقفل معاه. وبيقابلهم وبيديهم التعليمات اللي هو مخطط لها وبيديهم فلوس. وفي المستشفى بعد ما عربيه الاسعاف بتوصل بيكون الشاب لسه عايش، بس بيكون جسمه مرتاح وهادي خالص، وبعد شويه بتجيله اعراض تشنجات جامده جدا، وبعد منها في ثواني بيموت. وبيطلع لهم الدكتور وبيقول لهم ان احنا فقدنا المريض نتيجه تعاطيه المخدرات بنسبه عاليه جدا. وبيكون ديفران فعلا في حاله ذهول ومستغرب مات ازاي وايه اللي حصل، اكيد في حاجه حصلت في عربيه الاسعاف، اذا كانت دلوقتي جات له حاله تشنجات جامده طب جات له من ايه؟ يكون واقف ودماغه عماله بتودي وبتجيب، وفي نفس الوقت يمان بيكون زعلان وبيقول له طب وبعدين انا هقول لامي ايه؟ امي مش هتستحمل خبر زي ده وهتحمل نفسها الذنب وهي مش حمل اي حاجه. وفعلا يمان مش عارف يعمل ايه، وديفران بيقول له قول لها ان هو هرب ما تقولهاش الحقيقه. وبيجي له فكره وبيقول له طيب طالما الولد ده وقعت بجرعه مخدرات زي ده ولما طلع من السجن وجبناه عندنا كان في اعراض انسحاب، معنى كده ان في حد بيدخل المخدرات عن طريق الزيارات، يبقى احنا كده لازم نوصل ونمشي ورا الخيط الشخص اللي كان بيدخل له في الزيارات، وكده هنعرف مين اللي عطاه المخدرات وكان عايز يوصل للمرحله دي وعرف يخلص منه في الوقت المناسب. ويدفن الراجل ده مهما كان ده انسان بخلانه. وبيقول لهم لا اعرفوا كل حاجه عن الشخص ده، مين اللي كان بيروح له زيارات ومين اللي كان بيجيب له المخدرات، وده خيط تاني ممكن يعرف يوصلني للي قتل اخويا. ونروح لجراب وهو بيتصل باسكندر وبيقول له انتوا مش هتيجي تاخدوا الدفعه التانيه من الفلوس ولا ايه؟ انا اتصلت كذا مره ومحدش رد عليا. اسكندر بيقول له كنت عارف ان انت شخص ذكي وهترجع تتصل بينا بعد ما تعرف ان النظام شغال بطريقه كويسه وان الولد ديفران عبقري. وغراب
وغراب بيكلمه بطريقه يعني بطل لك خلاص عرفنا، وبيطلب منه ان هو يبعت له امرا عشان تاخد الدفعه وتديها للي اسمه ديفران. واسكندر بيقفل معاه السكه وبيتصل بامرا وبيقول لها خلاص حان الوقت ان انت تتعرفي على ابني، وانت جايه هاتي لي عمله مغناطيس معاكي وهنعرف قدام هو عايزها ليه. وبيقابلها وبيقول لها ان انا اشتقت قوي للاعمال الصغيره ومحتاجك معايا فيها. وهي بتقول له هو انت ناوي تنصب على ابنك؟ لا مش نصب قوي يعني، بس ممكن تقولي كده ايه ان انا هديله نصيحه اب، قرصه ودن صغيره، حاجه زي كده يعني. كل واحد فينا هيقدم افضل ما عنده. انت هتروحي لغراب وتاخدي الدفعه الجديده وبعد كده تسلميها لديفران، ولما يشوفك هيختل توازنه هو كمان زي غراب. وهي بتكلمه بكل ثقه اساسا طبعا. طيب وبعد كده انت هتعمل ايه؟ قال لها انا هفضل اديه في امل لاكتر لحظه هو عاجز فيها. وامرا بتكون مستغربه، معقوله اللي اعرفه عن العبقري ان هو ذكي جدا، معقوله هتعرف تخدعه بكل السهوله دي؟ قال لها طبعا اكيد، لان الانسان لما تعرفي نقط ضعف بتعرفي تلعبي بيه كويس قوي. طب وايه نقطه ضعف؟ قال لها نفسه يعرف مين اللي قتل اخوه، هو ده اللي بيدور عليه. ونروح لديفران هو مكتئب وقاعد مع سوفي وبيحكي له على كل اللي مر بيه وبيكون متضايق جدا، وبيقول له ان هو كان خلاص مسك طرف الخير رجع راح منه. وسوفي بيحاول يدعمه وبيقول له فكر بعقلك وانت اكيد هتلاقي حل ما تقلقش، وبيحاول يقف جنبه. بيقول انا دلوقتي مش محتاج نصيحه استاذي اللي دايما ينصحني، انا محتاج دلوقتي نصيحه اب يقف جنبي ويدعمني. وبيكون سوفي زعلان جدا على حيفران وبيكون فعلا هو بيعتبره زي ابنه. ونروح لامرا وهي جايبه عربيه مليانه فلوس قدام بيت ديفران وبيشوفها ديفران وبيبقى في مكانه وما بقاش عارف يقول لها ايه. في نفس الوقت اسماء وامه وجدته بيكونوا خارجين رايحين السوق وكلهم بيتقابلوا عند الباب، وامرا بتنادي عليه وبتقول له يا ديفران. وفي نفس اللحظه بتطلع اسيل من بيتها وبيجي من بعيد اسكندر زي كده ما التعابين بتطلع من حجرها. ترجع تاني امرا تقول له ديفران ديفران وهو واقف متنح وبيبص لها ومش بيتكلم وكانه مش سامعها. وبيفوق على صوت اسماء وهي بتقول له ديفران، بتقول لك يا ديفران ديفران كران انت مش سامع ولا ايه؟ لا انا ديفران معلش ما خدتش بالي. وامرا بتقول لها تسلمي يا حلوه اكيد ما كانش سامعني لولاكي كنت فضلت كتير انا دي علي. واسماء بتبص لديفران وبتقول له حلوه مين الحلوه؟ واسيل قالت لها الحلوه دي تبقى بنتي امرا. وجيلان يعني دي اختنا؟ وديفران بخضه كده هي دي اختي؟ واسكندر لا مش اختكم دي بنت اسيل من زوجها الاولاني وجدته اللي عمري ما سمعنا ان هي اتجوزت ولا عمرنا سمعنا حاجه زي كده. طبعا مش هقول لكم على ضحكه ام ديفران واسيل كانوا بيتقدموا لي كتير بس انا اللي ما كنتش بوافق لحد ما جه اللي يملى عيني وضحى بكل حاجه عشاني. عندما الحياه تتحدث. ونرجع تاني لدمره وهي بتديله المفتاح وبتقول له خد غراب باعت لك الفلوس دي كلها عشان نعمل لها غسيل اموال وترجعها له بكره. بيقول لها خدي انا مش واخد حاجه، رجع خدي المفتاح انت ورجعي له الفلوس. قلت له انا عليا ان انا اوصل لك الفلوس وبس، عايز تعمل انت كده وتقول له ان انا مش هاخد الفلوس؟ خد المفتاح انت ورجعها له بنفسك، انا مش هقول له حاجه زي كده. قال لها طيب خلاص انا هروح معاكي وهقول له بنفسي. وبيركب معاها العربيه واسكندر بيضحك ضحكه خبيثه وبيبص لاسيل وبيقول لها البنت دي طالعه لك شبهك خالص والواد ديفران ده طالع شبهي، والله المفروض يكونوا مع بعض وهم لايقين كمان على بعض. وبتبص له اسماء بصه كده، شايفين البصه دي هي اللي بصتها. وديفران بيروح لغراب وبيقول له انا مش هشتغل، انا خلاص انا عملت لك مصلحه وخلاص خلصنا، انا مش عايز اشتغل في الشغلانه دي تاني، انا بغرق في التلوث بتاعها انا مش حاببها خالص. وغراب عمال يبص له وفاضل له شويه ويقوم يولع فيه. تلوث ايه وقرف ايه اللي انت عمال تقوله ده؟ هو احنا بنعمل حاجه حرام؟ احنا بنعمل غسيل اموال، ايه المشكله يعني؟ في نفس الوقت الدمره قاعده ومعجبه بيه قوي من طريقه كلامه وعماله تبص له وعينها كلها اعجاب. وغراب طبعا مش عاجبه الوضع وبيقول له وانت هتقدر تدفع ثمن الكلام اللي انت بتقوله ده؟ وديفران يقول يا ربي هو كل اللي يشوف وشي يقعد يقول لي الكلام اللي انت بتقوله ده صعب ومش هتقدر تدفع ثمنه؟ هو في ايه؟ كل عمال يحذرني. وغراب بيقول له بس انا مش زي الجميع، انا مش هحذرك زيهم، انا ممكن تلاقي رصاصه في دماغك، تلاقي اقرب الناس ليك مضروب ومقتول وما تعرفش طريقه، اي حاجه من الحاجات الحلوه دي. وديفران لا انت مش هتعمل حاجه، انا كده بصراحه انا مش عايزه اشتغل الشغلانه دي، الشغلانه دي بتلوثني وبتخليني اغرق معاكم في المستنقع بتاعكم تتعبني وانا مش عايزه اشتغلها وخلاص بقى، انا طالما مش شغاله بمزاج مش هعرف اشتغلها، ولا ايه رايك يا حلوه؟ وبتضحك امرا. غراب بيبص له بصه بغيظ كده، وهو فعلا لو امرا ما كانتش قاعده كان مسك المسدس وفرغه في دماغه وريح دماغه. بيجي لديفران تليفون من خاله وبيستاذنهم ان هو يرد على التليفون لان التليفون ده بالنسبه له مهم. واول ما بيطلع غراب بيكلم امرا وبيقول لها هو ده مجنون ده ولا ايه؟ وامرا مش عارفه والله، بس واثق من نفسه وعارف هو بيعمل ايه، بيفكرني في شخص انت عارفه كويس. وبيكون قصدها على اسكندر وبيتضايق منها غراب وبيطلع المسدس من درج وبيحطه قدامها وبيقول لها هي انت ما تعرفيش انا ممكن اعمل فيه. تقلق امرا اول ما بتشوف المسدس وبيقول لها ايه مالك ما كنتي بتضحكي من شويه حكيتك راحت ليه؟ بس هي بتكون قلقانه جدا اول ما شافت المسدس وبتقول له حطه في الدرج انا ما بحبش اشوف شكله، وبتكون متضايقه خالص. بس لما حاسه ان هي منفعله قوي واتضايقت لما شافت المسدس رجعه لمكانه تاني. وهو بيقول لها احيانا الانسان لما بيلاقي الشخص اللي قدامه متساهل معاه بينسى نفسه وبينسى مين اللي قاعد قدامه. وحاولي دايما تكوني فاكره انت قاعده قدام مين. انا غراب، انا صبري ليه حدود. وامرا بتقول له مفيش داعي للكلام ده، انت تقدر تخلي كل واحد يعمل كل اللي انت عايزه بكلمه واحده منك، فمفيش داعي اللي انت بتعمله. ونروح لديفران وهو بيكلم خاله وخاله بيقول له احنا عرفنا مين الشخص اللي كان بيبعت مخدرات في السجن وعرفنا كمان هو من رجاله مين ومسك. ديفران بيقول له تبع مين؟ قال له تبع اسكندر. وبيكون مصدوم شك في ابوه كان صح وبيروح لغراب وبيقول انسى اخر نص ساعه كنا بنتكلم فيها وانا موافق ان انا اخد الفلوس وهبعتها لك بكره. وبيكون غراب مستغربه وبيقول هو فعلا الواد ده معتوه ولا ايه؟ بس ما بيحطش
يحطش في دماغه، المهم عندي إن شغلي يخلص وخلاص. وبيطلعوا من عنده غراب. ديفران بيكلم دمرة وبيقول لها إن هي تودي الفلوس عند أخويا يمان في الورشة بتاعته، وإن هو هيروح يستلمها، وهي بتقول له تمام ماشي، وبتتصل باسكندر، واسكندر بيموت على نفسه من الضحك، يقول لها خلاص تمام هاتي الفلوس وتعالي. وبتكون خطة اسكندر ماشية شبه ما هو عايز بالظبط. ونروح لديفران وهو راح لخلانه بعد ما مسكوا الراجل اللي هم عايزينه اللي بيحول مخدرات في السجن، والشخص ده اللي اتفق معاه اسكندر وحطه في طريق ديفران عشان تكونوا مركزين معايا بس. وماسكينه وعمالين يضربوا فيه ضرب ما خدوش حرامي في جامع، والضرب جامد جدا، بس هو ما كانش راضي يتكلم. ولما بيجي ديفران وبيسلك ما بينهم وبيقول له انا عايزك تحكي لي على كل حاجه عشان ما اسيبهمش عليك يقعدوا يضربوا فيك، والشخص ده بيقول له انت ديفران مش كده؟ قال له اه. قال له اصلك انت شبه اخوك قوي، انا عارفه كويس، انت شبهه، وشك طويل شبهه، عينيك قريبه منه، فيكم من بعض، تحس انه دمكم واحد. وديفران بيكون على اعصابه وبيكون عايز يعرف هم عملوا كده في اخوه ليه، والشخص ده بيقول له ذنبه الوحيد ان هو ابن اسكندر، عشان كده اضطرينا نخلص منه. واول ما بيتاكد ان هم اللي خلصوا منه قعد يضرب فيه بطريقه جنونيه، وهو بيساله انتوا مين وليه عملتوا فيه كده؟ الشخص ده بيقول له عشان اقول لك على كل حاجه واجيب لك الادله والفيديوهات اللي انا شايلهم تديني $1,000,000. وديفران $1,000,000؟ قال له ايوه $1,000,000، انا عارف ان انت شخص مشهور ومعاك فلوس كتير والبلد كلها بتحكي عنك، فاكيد مش خساره فيها $1,000,000 وتسيبني امشي اروح اجيب لك الفيديوهات تحضر الفلوس ونتقابل في مكان محايد. ولما بيمشي خلانه بيسالوه بيقولوا له انت هتدي له $1,000,000 بصحيح؟ وقال لهم انا ما قدامنيش حل غير كده، لازم اعرف مين اللي قتل اخويا واجيب حقه. $1,000,000 اللي هو بيتكلم عنهم دولت اللي خدهم من المسابقه، واللي ما يعرفش مسابقه ايه ممكن يتفرج على الحلقات اللي قبل كده من على الصفحه عندي، او اسيب له اللينك بتاع الحلقات اللي قبل كده في صندوق الوصف او في اول تعليق. وما ننساش بقى الاشتراك، ها، عشان بزعل والله العظيم من اللي ما بيشتركش، بفضل قاعده زعلانه. انتوا يرضيكوا كده بالله عليكم؟ ونروح لصوفي، كان زعلان على ديفران وعلى الحاله اللي كان فيها، وراح مكان زي قهوه متجمع فيها ناس كتير بتحترمه وليه وضعه هناك. الكافيتيريا دي شكله انه باباه معلم كبير فيها وليه سلطه ووضعه هناك، وشكل ان صوفي ما بيحبش شغلهم ولا بيحب طريقتهم وبعد عنهم. ومن الحلقات الجديده اكيد هنعرف تفاصيل اكتر. والناس قامت اول ما شافته ورحبت بيه، بيقولوا له اهلا وسهلا ان انت رجعت تاني. قال لهم انا مش راجع، انا جاي بس عشان خاطر في ولد انا بعتبره زي ابني وهو محتاج مساعده، وارجو منكم ان انتوا تساعدوني في اللي انا محتاجه وهرجع تاني. بس الشخص اللي بيكلمه بيقول له طالما الشخص ده انت بتحبه قوي كده وبتعتبره زي ابنه وعايز تساعده، مفيش حاجه ببلاش وكل حاجه وليها مقابل، وهنعرف قدام هم عايزين منه ايه. ونروح لديفران، جاله الشخص اللي هيديله الفيديوهات، قال له فين الفلوس؟ قال له الفلوس اهي، هات الفيديوهات الاول. بيديله التليفون، بس ديفران بيمسك فيه جامد وبيقول له مش هتمشي من هنا لما اشوف الفيديوهات واتاكد منها. بس هو بياخد الشنطه من ايديه وبيرميها وبيدوس عليها اسكندر برجليه، وبيتفاجئ ديفران ده ايه اللي جابك هنا؟ واسكندر بيكلمه بكل فخر وكل عظمه وانتصار، قال له ما تفكرش انت بس اللي ذكي، في ناس كتير اذكى منك وبمراحل، وما تفكرش ان انا هعدي لك كل اللي انت عملته معايا ده غير ما احاسبك عليه. انت قفلت لي صاله القمار وخلتني افلس وما يكونش حيلتي حاجه، وخلتني اتدبس مع رجاله المافيا، وخليت غراب يمسك فيا ورفع المسدس عليا وكان هيموتني، وغير اللي انت عملته مع اسيل ورجعت دهب امك. انت فاكر ان كل ده هعديه لك ومن غير ما احاسبك عليه؟ لا، انت لسه ما بتعرفش انت بتلعب مع مين، ولسه قدامك كتير عشان تتعلم. وديفران انت بتعمل كل ده عشان تاخد مني الفلوس؟ لعبتك بايخه قوي. اسكندر فلوس يجي الفلوس اللي انت فرحان بيها وما حلتكش غيرها، الفلوس اهي. وبيمسك الشنطة على آخر دراعه وبيرمي كل الفلوس في البحر وفي الشارع، مش عارفة ده بحر ولا نيل، لا النيل عندنا. وديفران حرفيا مصدوم ومش بينطق ولا كلمة، شبه جاله شلل في لسانه، واقف فعلا. عارف الأغنية بتاعته واقف مصدوم، مش عارفة حبايبي اللي ظلموني، حاجة زي كده، مش عارفة الأغنية بس أغنية حلوة جامدة. واسكندر بيقول له ولا تسوى، عندي نصيحة الأب بكنوز الدنيا وما فيها. الدرس ده يعلمك ما تثقش في حد، تحسب خطواتك، وقبل ما تعمل أي حاجة تفكر فيها. بيديله نغزة كده في كتفه وبيمشي. وحرفيا يعني والله العظيم صعبان عليا. وراح لأم ديفران، خبط عليها شخص، والشخص دوت بيكون شغال في العقارات، يعني بيستثمر فيها، وعرض عليها اكتر من كذا مره ان هي تبيع البيت لانه عاوز يشتري البيت، بس هي في كل مره بترفض وتقول له ان البيت دوت هو الحاجه الوحيده اللي حيلتي وانا ورثاه من بابا ومش هينفع افرط فيه. وبيحاول يقنعها باي طريقه وبيعرض عليها مبلغ كبير جدا، بس هي ما بترضاش وبتمشيه بذوق قبل ما تقفل الباب في وشه. وديفران راح لصوفي وكان منهار جدا وزعلان على الفلوس كلها اللي كانت موجوده معاه ومعهوش غيرها، وصوفي بيقف معاه وبيدعمه، ولما بيهدى بيقول له انا معاك، وبيوري له فيديو تسجيل الكاميرات. هم الشاب المدمن تعب وطلبوا له عربيه الاسعاف، واللي بعت الفيديو ده لصوفي الناس اللي طلب منهم المساعده. ديفران بيبص للفيديو باستغراب وبيقول له ايه المشكله؟ طب ما احنا اللي طلبنا عربيه الاسعاف، ايه المشكله في كده؟ صوفي قال له ما دي عربية الإسعاف الأولانية، في عربية تانية جت بعد ما انتم مشيتوا على طول، والعربية التانية دي اللي يامان طلب. العربية الأولانية مين اللي طلبها؟ بيستغرب ديفران وبيبص في الفيديو كويس وبيلاقي إن في علامة في إيد الراجل من بتوع الإسعاف، وبيقول له أنا عارف الراجل ده كويس جدا، الراجل ده نفس الراجل اللي شفت الفيديوهات بتاعته شايل أخويا وبيرميه في فيلا اسكندر، ده واحد من اللي شالوه. بيفرح ديفران وبيشكر إن هو وقف معاه.
وإن هو فتح له باب جديد من الأمل، وإن هيعرف يوصل لقاتل أخوه، وبيحضنه وبيشكره أوي على معروفه معاه، وبيروح لأخوه يمان علشان خاطر يطلع فلوس غراب علشان يحول له فلوسه ويخلص من غراب نهائيًا. بس المفاجأة إنه بيفتح العربية وما بيلاقيش أي فلوس، وما بيلاقيش غير علبة حمرا. بيكون يمان مستغرب خالص وبيقول له: إيه ده؟ اللي سرق الفلوس بيسخر مننا؟ قال له: لأ مش بيسخر مننا، هو عايز يعلمني درس، وخد مني الفلوس كلها. الضربة دي كمان اسكندر هو اللي عاملها. قال له: يعني هو خد مليون دولار الصبح ومليون دولار بالليل؟ قال له: آه. قال له: طب والعلبة دي إيه لازمتها؟ قال له: العلبة دي جواها مغناطيس، ودي عملة حديدية، وده مغناطيس بيحرك العملة من غير ما أنت تشوف، فبيشد انتباهك. بمعنى أصح اسكندر كان عايز يوصل لي وأنت بتدور على أخوك أنا كنت بخطط لخطط تانية، وهو ده الدرس اللي عايز يعلمه لي. وأخد فلوسي وفلوس غراب، وكده أنا لبست مع غراب. وبيقلق يامان على ديفران، وهم طالعين بيجي غراب ورجالته وبيوقفوا ديفران وبيهددوه، وأم ديفران بتشوفه وبتخاف على ابنها وبتتصل بالشرطة وبتعرفه إن في رجالة مسلحين موقفين ابني وبيهددوه بالقتل. وغراب بيقول له: أنا عارف إن الفلوس اتسرقت منك، أنت عارف كويس إن فلوسي لو ما جاتش أنا بعمل إيه، أنا ممكن أخلص عليكم دلوقتي علشان خاطر آخد فلوسي. وديفران بيحاول يهدي وبيقول له: ما تقلقش أنت فلوسك كلها هترجع. قال له: هترجع في ظرف ساعتين 2 بس، قدامك فرصة ساعتين، لو فلوسي ما رجعتش أنا هعرف أتصرف أعمل إيه، هسيبها لك مفاجأة. وبيسمع صوت عربيات الشرطة وبيمشي ومبقاش عارف هيعمل إيه. بتعرف اللي حصل وعرفت كمان إن ما قداموش غير ساعتين ولازم يكون موجود مليون دولار، يا إما هيخلصوا ويبقوا كلهم واقفين ومش عارفين هيعملوا إيه. يحاولوا يتصلوا بأي حد عشان خاطر يبعت لهم فلوس، معارف أو قرايب أو صحاب، أي حد ممكن يساعدهم، بس كل البيبان متقفلة ومحدش معاه مليون دولار. وبتدخل أم ديفران وهي معاها شنطة مليانة فلوس وبتكون فيها المليون دولار، بيكونوا كلهم مستغربين: أنت جبتي الفلوس دي كلها منين؟ وبترد عليهم وبتقول لهم: أنا بعت الحاجة الوحيدة اللي كانش معايا حاجة تانية أحمي ديفران وأحميك، أبيعها غير البيت اللي إحنا قاعدين فيه. بعت البيت إزاي؟ قالت لهم: ده اللي عرفت أعمل، مفيش أي حاجة تانية ممكن أعملها غير إني أبيع البيت. نظمي جارنا كل شوية كان يتصل بيا علشان خاطر أبيع له البيت، وجاب لي السعر كان كويس جدا، وبيقول لي إن في رجل أعمال كبير مستثمر وعايز يشتري البيت، فبعته له ما كانش عندي حل تاني. في نفس الوقت بيخبط الباب وبيفتحوا وبيلاقوا في وشهم أسيل واسكندر، وبتكون أم ديفران أصلا مش طايقاهم وبتقول لهم: امشوا من هنا وما عندناش مكان للضيوف. قالت لها: صح معاكي حالا مفيش مكان للضيوف، لاني انا صاحبه البيت وانا المستثمر الجديد وانا اللي اشتريته بالمليون دولار، وده عقد البيت. حبيتي تاخدي مني الاسوره، خدت منك اللي اكبر من كده، اغلى حاجه عندك. وبيبقوا واقفين مصدومين، وديفران بيبص لاسكندر وهو مش عارف يتكلم، يحس يعني ان هو جاله شلل رعاش ومش عارف يتكلم خالص. واسكندر بيبص له بكل بجاحه ولا كانه عمل حاجه، حق مكتسب. وبتقفل الحلقه على كده وخلاص خلصت. ولو عجبك المسلسل ما تنساش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. باي باي.